السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبارنا لهذه اليوم نبدأها بالعناوين. وكما أكد مراسلنا اليوم بأن كيس البطاطا ارتفع سعره بأسعار مباهظة، كما يرتكر اللاطي إلى حد 3000 ريال. ومعنا الآن مراسلنا يدير ترامب. السلام عليكم سيد شطفي هرتسماني. سيد شطفي. أيوة اسمعك سيدي، ولكن هذا كل جهدك. نحن منتظرا منذ مدة أيام ونحن نعاني من أسعار البطاط والطماطيش وكل شيء. أما السلطة هلا السلطة ب1000 ريال. أيوة أسمعك. يعني أنت تقول أن حتى السلطة ما زالت مرتفعة جدا، ولكن الآن نحن سنسأل المراسل الثاني مراسلنا من الحدث سيد كرونون حدث مع المراسل الأول الذي تكلم. أيوة والله أنا أسمعك يا فيرة الجبشابة دينا جورة بطاطو بالله على السماء. لحظة، هل تسمع؟ لحظة سيدي، كيف تدعي بأنه أجاب لك وهو يشكي الآن بأن ارتفاع في المواد وفي الأسعار وأنت تدعي؟ أيوة أنا أسمعك. يا فين هذا؟ الله لمين يكون معاه بسباسة جنب البيت. أما أنا السحكة بعمل بخمس السحة وحدة. وكن لي دانجي وكن لي نغاني إني فردت كل الجوع. وأنا عندي براهين يعني من خارج اليمن يعني سيعطيك الحقيقة عن غلاء الطماطيس والبطاط. نعم سيدي، إذا كان عندك براهين براهن هذا الرجل الذي يدعي بأنك ديكن برو. سكورا في جورا ميرا رينجارا تايرا وسكورا ما في ديتشنديرا. هاشنت ماذا قال؟ يقول لك بأنه مل في أحد من الأسواق ولعلابين البطاطا ب1000 ريال. هاي تسمع؟ نعم سمعت ماذا قال، ولكن أنا مدريني إن بتحاجر بستبتي ترجم بالشت. مدريني يدونا مترجم تاني أنا عشان أصدق، أما ماذا بيماني داري مبار وانت تترجم له. ولكن نشرة الأخبار تنتهي بهذه اليوم، وسنلقاكم إن شاء الله بيوم غد. ولا تنسوا الإعجاب ودعمونا باللايك والاشتراك، نستمر في المزيد والمزيد.